العودة من بعد الغياب دايما بترعب الكلاب. دي الدخلة اللي انا كنت ناوي ادخل لكم بيها الفيديو لما الاهلي يكسب 5 ولا 6، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، واللي حصل حصل. تعالوا مع بعض نحلل ماتش مودرن سبورت والاهلي والتعادل المخيب للامال اللي حصل النهارده. اعمل لايك وشير للحلقة وسبسكرايب لو اول مرة تتفرج عليا. وهنا كرة بجرعة زيادة بقدم لكم وثائقيات، تحليلات للماتشات. اتفرج عليا وانت هتستمتع. المهم، النهارده الماتش بصراحة هو خيب ظني تماما في اللعيبة كلها، في اغلب اللعيبة، يعني بلاش كلها دي عشان برضو بن رمضان في حتة لوحده. مبدئيا كده، ازاي كسكواد المرعب للاهلي ده اول هجمة في الماتش تكون من تريزيجيه في الدقيقة ال 42؟ يعني انت بقالك 42 دقيقة مش عارف تبني هجمة ليه؟ ايه المشكلة عندك؟ المشكلة عندك ان انت مش عارف تخلق فرص. المشكلة عندك ان انت تقريبا كريبيرو، فانا شايف ان هو ما حضرش للماتش. هو ريبيرو لو كان حضر للماتش كان هيبقى واتفرج على فرق مصرية بتلعب الاهلي، فاعتقد ان هو المفروض يعني يبقى عارف الفرق المصرية هتلعب قصاد الاهلي ازاي. هلعب ازاي، هقفل خطوطي، هضيق مساحاتي، مش هخلي حد يعدي اللعيب، هضغط عليه بلعيب واتنين وتلاتة عشان ما يلاقيش حل. فانا المفروض كنت درست الحتة دي، ازاي ما درستهاش انا مش عارف. المفروض واحد زي قفشه، فانت اتفرجت عليه في الوديات. انا ما شفتش قفشه بصراحه كان كويس في الوديات اللي اتذاعت. ما اعرفش بقى الوديات اللي ما اتذاعتش قفشه كان عامل ايه. انا بصراحه هو شفت ان هو كان عامل جون لجراديشيار، بس شفت الجون اللي اتعمل ده كان جون سهل يعني يتعمل. وانت كمان كنت ملعبه في الماتش بتاع منتخب مصر اللي هو التشكيله البديله، اللي هو انت نزلت في قصاد بتروجيت بالتشكيله الاساسيه، اغلبهم اساسيين يعني اللي هم لعبوا النهارده، وقفشه كان في التشكيله اللي هي اغلبها كان دكه. مبدئيا كده، يعني انا برضو عايز امسك نقطة كده، بعيدا عن خلق الفرص او طريقة اللعب. بجد بجد، انا دلوقتي عندي 5 اجانب: ديانج، بن رمضان، جراديشار، بن شرقي، واشرف داري. تمام. انا بجيب لعيب اجنبي ليه؟ بجيب لعيب اجنبي عشان يديني كواليتي او يديني حاجه مش عند اللعيب المصري. يعني ده اللي هيخليني ادفع في لعيب بالدولار عشان بيقدم لي حاجه مش قادر لعيب مصري يقدمها لي. يقدم لي حاجه زي ما محمد عبد المنعم بيعمل كده، لعيب بيطلع بالكره من تحت ومهاجم، قصدي ومدافع فاجر، وبيطير وبيشخ راسه والكلام ده كله. فانا ده لعيبه ادفع له بالدولار. المفروض لما كنت انا كاداره سكاوتنج او حد بيجيب لعيبه، فانا المفروض اروح للعيب زي زين الدين بالعيد، هو ده اقرب كواليتي لمحمد عبد المنعم. مش عشان شفت اشرف داري وصل. انا جبت اشرف داري ليه؟ جبته عشان سي في لعيب لعب في الدوري الفرنسي وصعد مع منتخب المغرب لنص نهائي كاس العالم. فانا لا، ده لعيب سي في كويس فاجيبه، بس كواليتي مش كويس. يعني كواليتي مش هي اللي تطابق محمد عبد المنعم اللي انت خرجته. فاهم؟ فانت انت عملت كارثه في حوار اشرف داري. بس بعيد عن موضوع اشرف داري، احنا بنتكلم في الماتش دلوقتي. تمام. فانت عندك 5 لعيبه محترفين، انت ما كنتش بتلعب غير واحد بس منهم، اللي هو مين؟ اللي هو بن رمضان، اللي هو فارض نفسه عليك. تمام. فانا كلاعيبه على الدكه دي، انا بصراحه كنت شايف ان ديانج يلعب، شايف ان بن شرقي يلعب. بن شرقي المفروض كان يلعب على قفشه. انا الفكره كلها ان بن شرقي ده طالع اساسا من المغرب ايام ما كان بيلعب في الوداد، او الفرقه اللي قبل الوداد كان تقريبا بيلعب في اتحاد طنجة او حاجه كده. كان بيلعب طالع مهاجم، لعب مع الزمالك اغلب الوقت، لعب معاهم مهاجم. فانا لعيب زي بن شرقي فعادي العبه تحت المهاجم، هيأدي معايا. هلعبه يمين هيأدي معايا، هلعبه شمال هيأدي معايا. اكيد بن شرقي هيبقى احسن من محمد مجدي قفشه. انا قفشه ما قدمليش اي اضافه خلال الماتش، لدرجه ان انت على طول انا اللي عجبني في ريبيرو ان هو ما بيستناش بصراحه. محمد شكري ما ادانيش اي اضافه، فعلى طول انزل مكانه كريم فؤاد. برضو قفشه ما ادانيش اي اضافه، على طول اطلع وانزل بطاهر محمد طاهر. بس نزلت طاهر محمد طاهر
خلت احمد زيزو يضم في القلب. طيب انا كده خسرت برضو زيزو، طب انا ليه من الاول ما نزلش بن شرقي؟ مشكلتي الوحيده مع تريزيجيه ان فعلا تريزيجيه اتقل من زمان بكتير. تريزيجيه ما بقاش خفيف زي الاول. تريزيجيه الكرة في رجله. انا عارف ان تريزيجيه كواليتي عاليه وخامه عاليه جدا، واحد كان بيلعب في اوروبا لحد من سنتين ولعب دوري انجليزي وليله. انا عارف ده كله وعارف ده كويس جدا. انا عارف ده كله وعارف ده كويس جدا. بس المشكله في تريزيجيه ان هو مش قادر يستوعب ان هو جاي يلعب للمتعه، هو مش جاي يشيل اعتاق الاهلي كلها على كتفه. عادي العب زي الناس. مش لازم تبقى انت محمل نفسك مسؤوليه لا انا اللي هكسب الفرقه، لا عادي يعني العب مع الناس. محمد شريف ما شفتوش خلال الماتش. محمد شريف هو السبب في الجون التاني اللي دخل في الاهلي، ان هو ما طلعش مع الفيل في الكوره وساب الفيل يحط يعني بزلمته زي ما هو عايز يعني. محمد شريف خلال الماتشات الوديه فاحنا شفنا واحد مرعب بيطلع نار من بقه، وشفنا ان هو احنا قدام واحد خلاص بيسترجع الذكريات، هداف الدوري والكلام ده كله. بس من الماتش بتاع النهارده انا ما شفتش شريف بيطبق ضغط عالي، ما شفتش ان هو انا عارف ان انت الدنيا متقفله عليك بس انت ما بتوجدش لنفسك حل، مش بتنزل لتحت. جراديشار لما نزل كان بينزل لتحت يستلم كوره، بيضغط ضغط عالي، شرس اساسا في الضغط بتاعه. فده اللي كان عاجبني في جراديشار اكتر من محمد شريف. كان نفسي تبديله جراديشار تبقى بدري شويه زي ما انت نزلت برضو نزلت طاهر بدري ونزلت كريم فؤاد بدري. كان المفروض تنزل بجراديشار من بدري، لان انت ما شفتش حاجه من شريف تبين لك ان هو يعني عنده استعداد ان هو ياكل الاخضر واليابس. عندي مشكله مع احمد رضا بعيدا عن الجون اللي هو جابه. احمد رضا هو لعيب بيلعب من لمسه واحده طبعا حلو، لعيب يعني راسي كده، تحسه راسي بارد، مش اللي هو واحد بيتوتر من الضغط او كده. حط الجون بدماغه حلو وكل حاجه. بس انا عندي مشكله في تدخلات احمد رضا. احمد رضا انا بحسه لعيب انا مش عايز هي بلغه الكوره لعيب نايتي، لعيب خايف يلتحم التحام شرس، خايف ان هو يخش كتف في كتف جامد. هو لما هيقطع الكرة هو هيقطع الكرة بان هو بيحط رجله قدام اللعيب بقى بمعلمه وكل حاجه وتاخدها. بس انا ما شفتش منك حته الشراسه اللي تلعب اللعيب اللي قدامك ان هو يلعب ناشف عليك. فانت مادام ما وريتلوش من البدايه الكلام ده هيفهموا اللعيبه اللي بتلعب خماسي، اللعيبه اللي هتبقى فاهمه معنى الكلمه دي. انت اللعيب خلاص شاف ان هو يعني بقى جامد عليك، خلاص انت خسرت نص الملعب، خسرت التحامات كتير قوي، انت التحامات كتير قوي. فانت المفروض يعني كان في الفتره اللي فاتت دي تقوي نفسك في الجيم اكتر من كده، تشتغل على نفسك بدني اكتر من كده. انت ما شاء الله لعيب طويل القامه، فانت المفروض مع الطول ده المفروض تقوي نفسك جسمانيا عن كده. المفروض اشوف لعيب انت لعيب شرس، لا قصدي لعيب راسي، فالمفروض اشوف منك شراسه عن كده. ده بالنسبه لاحمد رضا. اتمنى ان احنا نشوف ديانج. انا مش عارف هو ديانج بيعمل ايه مع المدربين يعني. ديانج هوب يلا كولر طلعه على السعوديه اصلا، وانا مش فاهم لحد دلوقتي ليه ديانج طلع من الاهلي. ريبيرو قعد ديانج على الدكه طول كاس العالم للانديه وما لعبوش غير اخر ماتش، اخر لما مروان عطيه اتصاب. فانا مش فاهم برضو ليه ولا لما حمدي فتحي اتصاب معلش ليه ديانج ما كانش بيلعب، ليه ديانج ما لعبش النهارده برضو حتى في البودلة. شفنا احمد كوكا، بس انا كان عندي يعني الفضول ان انا اشوف ديانج بيعمل ايه في الملعب. ديانج هيبقى اشرس بكتير من احمد رضا اكيد بعيدا عن الجون اللي هو جابه. فانا كنت هشوف من ديانج حاجه اللي انا كنت عايز اشوفها في احمد رضا، الجسم اللي هو بيلتحم وشرس وبيخش في العمق وبيربط. فانا كنت مستني اشوف دي من ديانج. اتمنى الفتره الجايه باذن الله لما امام يرجع من الاصابه، المفروض ان هو الماتش الجاي اخر ماتش والماتش اللي بعده التالت ماتش المفروض يلعب معانا امام. فاتمنى ان انا اشوف الثلاثي ده، امام بن رمضان وديانج، وما نلعبش فيها لان هي مرسومه، المثلث ده مرسوم كده تمام.
واتمنى الماتش الجاي ما دام احنا معناش امام، فاتمنى اشوف بن شرقي من اول الماتش، لان احنا مش جايبين لعيبه بندفع لها بالدولار عشان يقعدوا على الدكه. نيجي بقى لجزئيه مهمه، وطبعا هي الجزئيه المقتبسه من عمي وعم عيالي كابتن اسلام مهدي. بس انا بحب بصراحه اصلا الفقره دي من ايام ما كان رضا عبد العال والناس دي بتعمل تقييم للعيبه، وكابتن مش فاكر اسمه والله، الكابتن المؤرخ ده كان بيعمل تقييمات للعيبه حلوه، بس مش فاكر اسمه حاليا. نبدا في حراسه المرمى. شوبير ما شفتش بصراحه منه كتير، فشوبير هديله 4/10. ناحيه الشمال كان شكري في اول ماتش كان باين ان هو خايف جدا، ومعرفش خايف من ايه ومرهوب من ايه، مع اني كنت شايفك في الوديات كنت كويس، فمش عارف شكري ماله. 2/10. ياسين مرعي. ياسين انا مش عارف ازاي ما اتكلمتش عنك في الحلقه. ياسين مرعي، فهو شمة كده من روايح عبد المنعم في بدايته. اتمنى الواد ده يتقل في الملعب لحد ما اشوفه واد يطلع كده يقول لي برضو نفسي اروح نيس. فياسين مرعي 8/10. وفاجر يا ابني، فاجر وربنا يرزقك. ياسر ابراهيم فاستيل هو ياسر ابراهيم يعني ما عملش اضافه في الماتش النهارده، وما طلعناش كلين شيت النهارده، فالافريج هيبقى 3/10 النهارده للعيبه. يعني اللعيب الافريج ولا عمل اداء جامد قوي ولا عمل اداء يتشطف عليه، هديله 3/10. برضه يعني ياسر اتمنى ان هو يقعد دكه ويلعب اشرف داري. انا عارف اشرف داري مش قوي، بس اشرف داري على الاقل انا بديله فلوس، او بديله فلوس بالدولار عشان يلعب، فانا مضطر استحمل اشرف داري ان هو يلعب في الملعب واشوفه في الملعب لحد ما هو باذن الله يعني يتشاف. انا احاول اسوق اللعيب بتاعي، احاول العبه عشان يتشاف بره في السعوديه ولا يتشاف في اي حته، واعرف اسوقه بره ويطلع بره. فاتمنى ان انا اشوف داري جوه الملعب. محمد هاني كان كويس لحد الكرة اللي هو في الاخر خالص استلمها، جاي يستلمها راح مطلعها بره الملعب، ف 2/10 لمحمد هاني. تمام. في نص الملعب بين رمضان اللي حط كرة في العارضة، وبين رمضان بصراحة مايسترو نص الملعب، مايسترو على رأي كابتن اسلام برضو. عمر خيرت نص الملعب. بين رمضان هديله 5/10. نروح بقى لبوسكيتش. احمد رضا بعيدا عن الجون، ماشي الجون هيعليه شويه، بس غير الجون احمد رضا بصراحه اتمنى اشوفه على الدكه طول ما ديانج موجود في الاهلي، فاتمنى ديانج هو اللي يلعب. احمد رضا عشان الجون 5/10. تمام. نيجي قدامهم قفشه. 0 يا قفشه. قدامهم تريزيجيه خيب املي ومش فاهم الفورمه اللي هو عاملها حاليا. يعني اتمنى ترجع تريزيجيه اللي احنا عارفينه. 1/10 لتريزيجيه. زيزو انكل زيزو انكل زيزو. فضلت احايله ما يردش، اقول له يا سيدي ما يردش، اقول له يا عمي ما يردش، اقول له يا زيزو ما يردش. اعمل له ايه والله ما بقيت عارف اعمل له ايه. زيزو 9/10، لا لن يقل عن 9/10. قدام محمد شريف العفيف. اتمنى يعني اللقاءات الودية تتحول بجدية. فشريف النهاردة 1/10. نزل مكانه جراديشيار عمل كام ضغط حلو وبتاع. 3/10. كريم فؤاد نزل، هو السبب في الجون طبعا، بس بصراحة السبب اكتر من كريم فؤاد في الجون فهو شوبير، ان هو اللي كاشف الملعب وباصص ان في لعيب يقدر يضغط على كريم فؤاد اللي مدي ظهره للملعب، فالمفروض ما بصلوش. على الاقل اطفش الكوره يا عم، لو كل الحلول مقفوله قدامي اطفش الكوره لقدام. مش هيقول لي يعني ريبيرو هيقول لي لا انا بلاعب حارس مرمى بيلعب برجله، المفروض ان هو يلعب برجله قدامنا ويبني الكوره من لا ما انا دلوقتي لقيت الدنيا مزنوقه خلاص اطفش، ما قداميش حل غير كده. فالغلطه بصراحه بيتقسمها كريم فؤاد وشوبير، لان كريم فؤاد برضو ما عملش سكان للملعب، مدي ظهره للملعب بقاله كتير. الكره اتقطعت ما قامش
فضل قاعد في الارض معرفش ليه. فكريم فؤاد 2/10. تمام. نزل طاهر لما نزل عمل بصراحة شغل، مش عايز اظلمه، 4/10. بن شرقي نزل، بن شرقي عمل شغل برضه، نديله 3/10. فاضل مين نزل تاني ما اديناهوش؟ نزل احمد كوكا اللي كان عايزينه في تركيا، بس تقريبا الطيارة سابته ومشيت، فكوكا 2/10. وبس كده. اتمنى الماتشات الجاية نرمي بقى الكراسة في اي حاجة. اتمنى الماتشات الجاية نشوف اداء مختلف، اتمنى اشوف دراسة للماتش اكتر من كده، اتمنى اشوف فكر يكسر لي خطوط الفريق اللي قدامي، ما استناش غلطة منهم او استنى ان انا اجيب كل جواني ضربات راس. فدي حاجة مش عجباني بصراحة. اتمنى ريبيرو يراجع نفسه في حوار اللعيبة اللي هو بيلعبها. اتمنى اللعيبة الاجانب اللي انا بديها فلوس بالدولار على الاقل 5 العب منهم 4 يا جدعان، العب منهم 4. اتمنى ان انا اشوف مكان ياسر ابراهيم اشرف داري، يبقى ياسر ابراهيم موجود على الدكة. تمام. انا عارف ان ياسر جامد وكل حاجة، بس انا عايز اشوف اشرف داري اسوقه عشان يتباع في يناير. تمام. فعايز اشوف اشرف داري بيلعب، عايز اشوف ديانج وبن رمضان الثنائيه دي بتلعب، عايز اشوف بن شرقي مكان محمد مجدي قفشه ويلعب تحت المهاجم عادي، وكمان يلعب مهاجم مكان محمد شريف عادي جدا. على فكره جراديشار هو اللي ممكن يكون عليه كلام ان هو ممكن لما بينزل من على الدكه يبقى سوبر صب احسن لك، بس برضو لو في امكانيه ان احنا نلعب جراديشار على محمد شريف اتمنى ان برضو ان جراديشار هو اللي يبدا الماتشات. عايز اشوف لعيبتي الاجانب بتلعب. واستودعكم الله، واخيرا وليس اخرا يا رب تخشوا الجنه، وانتظروا مني حلقه للوكا مودريتش قريبا، مش هقول امتى بالظبط لان انا مش قد كلامي بس باذن الله وثائقي عن لوكا مودريتش هتستمتعوا بيه. سلام.